تقول في التوصيات وشبه الوقايه ننصح بمنع السباحه والصيد. شلون ترد؟ الله يرضى عليك، شنو يعني منع السباحه والصيد؟ اذا هي تمنع الصيد وتمنع السباحه توجه كلامها الى الثروه السمكيه اي مو لان خايفين من المشاهد. لكن احنا قاعد اقول لك انا مكاني لما انا اعرف اسماكي مريضه، ترى السمكه المريضه يا دكتور تبين، السمكه الثالثه تبين يا دكتور. لا اسمح لي، هذا كلام مو علمي جزاك الله خير. هذا كلام مو علمي، كلام حداقه، انا ما اتعامل مع حداقه مع كل احترامي لهم. اذا كان في تلوث كيميائي ما يبين على سمكه. الهيفي ميتالز، اسمح لي اخوي ظاهر، الهيفي ميتالز هي اسمح لي اذا تلوث بكتيري سيد العزيز اسمعني، التلوث الكيميائي ما يبين على سمكه اذا كان انترنال داخلي. اثبت انها متلوثه، اثبت وودها الجهه حكوميه وخلها تصدر. اقول لك وزاره الصحه وزاره الصحه ليش ما ارسلته؟ وزاره الصحه ليش ما ارسلته الى الثروه السمكيه؟ انا ماني بالحكومه، انت ما هذا دورك تقول لها ليش، مو دوري. انا دوري اصيد، لما اشوف اسماك تالفه انا اوقف الصيد عنها، لكن انا دوري اصيد واوفر للمستهلك في السوق، هذا دوري انا. لكن لو انا احس ان في اسماك فيها فعلا اشياء غريبه ما هي طبيعيه، انا ابلغ ترى الثروه السمكيه وابلغ الجهات المسؤوله ان هناك اماكن فيها اسماك غير طبيعيه، اتمنى ان التاكد منها وتحليلها، لان احنا ما نقبل ترى نبيع للمستهلك اسماك مريضه او اسماك فيها مرض. واضح. او تكون مسرطنه او مسمومه. في نقطه او رساله اخيره تبي توجهها قبل لا اختم معاك؟ تفضل لك الكلمه. في رساله اخيره تبي توجهها ولا تكتفي؟ بالنسبه لي انا؟ اي نعم. بالنسبه لي انا والله اني انا انصح الشعب الكويتي والمستهلك اني اكل اسماك ولا فعلا ولا يعني ولا يرد على الدكتور، ولا يرد على الدكتور انها فيها مسمومه او انها تضر بصحته، لان احنا ما شاهدنا ترى احد انضر او احد تسمم او احد اصبح في شيء، وهناك جهات حكوميه هي مراقبه علي انا، لو في اي مشكله بالنسبه للاسماك انا راح اقبل على نفسي وفورا اوقف الصيد، والان اوقف الصيد. اذا في ثبت اي اسماك يتم سحبها من السوق وتحليلها عشوائي محليه انا حاضر من الان اوقف انا. نعم، مشكور وبيض الله وجهك وما قصرت كل